صباح الفل يا حبايبي. بنفكر المكنه ديت هي مكنه البسكوت ومفرمه اللحمه وكل حاجه، كانوا مفرومه فيها طماطم برضه. المهم انا جيت افرم اللحمه، الكبه ما اشتغلتش، فرحنا جايبين المكنه. هي هدت حيل بس الصراحه حلو. هكمل فرم اللحمه فيها. هي مش لحمه بس، هي لحمه وكان عندي شويه قوانص فاضل مع دول، وهنشوف هنعمل بهم ايه. على ما نخلص نملت على قد ذكر الله وبالصلاه على رسول الله لحد ما نخلص ونشوف هنعمل مع بعض ايه. يلا حبايبي. يلا حلوين، احنا فرمنا اللحمه كلها اهيت والقوانص، وهنقوم بقى نشوحها انا عصاكها زي اللحمه يعني. المهم خلطنا بصل وطماطم نقوم نعصر كده حبايبي. بسم الله ندخل اللحمه مع بعض. كده فرقت من اللحمه المفرومه حاجه، وهي كلها القوانص والله ما عليهاش الا حته لحمه صغيره خالص يعني، ما جبتش بقى فيها. وبسم الله ما شاء الله عملت صينيه محترمه. عشان تزود بقى شويه كمان، ده فول صوص غسلناه ونقعته فيه، هنصفيه وننزل بيه على اللحم. تاخد تقلبتين بقى، واصلا كده كده شكله زي اللحمه المفرومه فمش فارق كتير عنه. قلبه حلو وننزل عليه بالطماطم والتوابل. كده حبايبي نزلنا بالفول الصويا وتقلب، وحطينا الطماطم دي توم وفلفل مدقوقين مع بعض وملح، ودي توابل لحم جايبها من عند العطار. عايزه تحط اي نوع توابل تانية تمام، بس دي حلوه يعني بتدي طعم حلو. قلبي بقى وغطيها وهديلها النار شويه، الطماطم تسرد ميتها وتاخد وتدي مع بعضها كده هتبقى حكايه. دلوقتي هنعمل العيش بتاع الكريب. ممكن عيش للسندوتشات، ممكن هتعمله باي حاجه يعني، مش هيمشي معاك في كل حاجه. هو المفروض ان انت هتغلي الميه وتحط لها زيت وملح وسكر وتقلبها على النار زي بلح الشام كده، بس احنا هنعكسها نقلبها على البارد يعني، الميه مغليه بس هنحطها على الدقيق ونعمل مش هنعمل على البوتاجاز. هنحط الزيت وننزل بالماء السخن، احنا حطينا الملح والسكر. بسم الله. انزل بقى بالزيت عليها حوالي نص كوبايه زيت مكمرش، وانزل كده حبايبي عجبناها خلاص. نقطعها بقى ونغطيها قيمة 10 دقايق كده ولا ربع ساعة ترتاح، وبعد كده نفردها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. ده حبايبي قطعنا العجينة اهوت، هنسيبه بقى حوالي 10 دقايق كده ولا ربع ساعة يرتاح، هنقوم نشوف هنعمل ايه بقى على ما يرتاح شوية. التعصيجة ديت ريحتها ما شاء الله والله احلى من اللحمة 100 مرة. هتشوفها مية ولا اي حاجة، شربت ميتها اهيت، هندفع لها بقى ونسيبها تبرد، عشان كده كده احنا عايزينها برد. لو مضايقك ان حب بتاع الفول الصويا باين كده، اضربيه يعني في المفرمه او في الكبه، خدي وش مع اللحم، غير كده هو مش هيفرق معاك في حاجه يعني. نعمل بقى كاتشب بيت. ضربنا طماطمتين يعني، كام طماطميه كده حوالي ربع كيلو ولا نص كيلو لو عايزه تكتري، وبصلايه وكام فص توم، وسيبناهم يستووا مع بعض على النار، وما بردوا نحطهم في الخلاط ونضربهم، واقول لكم هنعمل فيهم ايه تاني. كده ضربناهم في الخلاط ونزلنا عليهم بشويه شطه وحبه بابريكا وحبه ملح وحبه سكر، وزودتها شويه ميه عشان هنزل عليها حلم بمعلقتين نشا، معايا معلقه حلوه، معلقه نشا وعليها ايه نص كوبايه ميه، انتوا شايفين كده. وايدك فيها بقى من ساعه ما تقلب، ساعه ما تحط النشا ايدك فيه. ده كده غليت اهيت خلاص، كده استوت، النشا استوت فيه. احطها في قلب الطبق بقى، ولو عايزاها يعني عايزه اللون اغمق من كده زودي لها شويه بابريكا، مش فارقه معاكي فتمام، هي كده حلو. حوالي نص كيلو وانت ما عملتش حاجه يعني، ما كلفتش نفسك حاجه، ده حوالي ربع كيلو طماطم وبصلايه وفصل ثوم وشويه التوابل اهو. بسم الله ما شاء الله. تقلها ولسه ما يبرد شويه هيتقل عن كده. العيش اهوت بعد ما استوى.
وده كده حبايبي زي ما شفتوا، ممكن نلفه كريب وممكن نلفه سندوتش زي كده. ده سندوتش الشاورما يعني، فانت قدامك اي اختيار اللي انت عايزاه تعمليه. وده ده برطمان صلصه، احنا خلينا الكاتشب للاكل، يعني لما نيجي ناكل السندوتشات اللي عايز يحط كاتشب يحط. واللحمه هو عايز، وما لقيتش موتزاريلا فجبت روم، فاللي انت عايزاه. وممكن تحطها من غير سندوتشات، من غير رومي خالص، او من غير جبنه خالص، مش مشكله. عندك جبنه مثلا براميلي، جبنه كيري، اي جبنه بتنفرد ممكن تحطها، وما تحطش جبنه رومي ولا موتزاريلا ولا كده. نكمل بقى الباقي واوريكم الشكل النهائي في الاخر. حبيبتي لو انت زي حالاتي وما تعرفيش تلف تحط الحشوه وتلف الكريب، هقول لك على طريقه نعملها كده وكده. بقى مثلث، تحطي هنا اللحمه وتحطي هنا الجبنه، تحطي اللي انت عايزاه. هنعملها كده واوريها لكم. هاي يا حبايبي كده حشيناها اهي، ومن تحتها برضو. فده اسهل يعني بان انت تحطي وتلفي وتيجي تعملي ما تعرفيش، فهي كده اسهل لنا. انا كده انا بعملها كده عشان اسهل، بدل ما اقعد اعمل. عندك اللي هي زي السندوتش ديت، واللي هي زي الكريم. عفوا يا حبيبي، الشكل اللي يعجبك اعمليه كده. حبايبي زي ما انتوا شايفين عملنا من ديت وعملنا من ديت، هنكمل بقى بقيتهم وبعدين نقوم نعملهم على البوتاجاز. وده حبايبي زي ما انتوا شايفين. بسم الله. وده حبايبي كانت النتيجة الأخرانية، آخر حاجة كده طلعناها اهوت زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. ده اللي عملنا سندوتشات زي الشاورما، وده اللي عملناه زي الكريب. الكاتشب اهوت، وتاكل لونه هيقفل شوية وتقلتها على قلادة نضيفة انت عاملاه في البيت وعارفة انت حاطه ايه. عايزة اعرف رأيكم فيه، واللي جربه يقول لي، ولو حد عنده طريقة تانية بيعملها بيه يقول لي انا بعمله بأي طريقة.